والله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. تعادل من ملعب صعب. نعرفوا اليوم مش أول مرة نجيو للملعب هذا وما نحققوش الفوز. صعب. كيف كانت المباراة؟ صعيبة للأمانة، صعيبة. اليوم ثم ناس يمكن حكيت على مقابلة الأولمبي، الماتش الأول والماتش الثاني نشوفوا في الفرق الكل تحضر هلبة وكويس ضدنا ويلعبوا بخشونة مفرطة، لكن أنا نشوف ولا ورقة حمراء خرجت، برغم أنه يوم بعد الماتش نتاع الملعب الليبي كان عندنا 6 إصابات، منهم تيري، منهم مؤيد الليفي. لكن اليوم شفنا ما نجمش، ماذا بينا يا ليت الاتحاد يعمل أكثر قرارات ككرة موحدة. اليوم نشوفوا نلعبوا مرة بكرة مرة بكرة، الكرة مش نتاع فوتبول هذا نعرفوه. في خشونة الكرة ماهيش موحدة، ماذا بينا نظام البطولة يكون فيه كرة واحدة. الملعب نعرفوه صعيب حتى باش تحط لعبك، برغم انه حطينا لعبنا خاصة في الشوط الثاني جبنا عديد الفرص. النجاعة كانت غايبة كيف الأسبوع اللي فات. عملنا يعني 45 دقيقة أولى إذا نرجعوا فيها مربحين 2-3-0 ما سبقناش الانتصار، لكن حتى في الشوط الثاني قبل دقيقة 70 كنا الأفضل وضيعنا يعني فرص أكثر من وقت. لكن الحمد لله نعاودوا نقولوا اليوم يعني الأهم والمهم أنه العداد قاعد يسجل، قاعدين ناخذوا في نقاطنا. نعرفوا البطولة السنة باش تكون أصعب بكثير من السنة اللي فاتت. نشوفوا احنا كل فريق نلعبوا له يلعب قتالية وبشراسة كبيرة جدا للموت، وشفنا حتى في بعض الأوقات كما قلت لك هجوم مفرطة أكثر من لعب الوجودي. لكن الحكام إن شاء الله يمكن من عشرة يمكن نضيعوا الورقة الحمراء في الماتش. شكرا لك، توفيق.